صديقي العزيز، الاستعمال خارج او الاستيراد مالي سوق الهاردوير، سواء في كروت شاشه، كيسات، معالجات، هاردات او حتى رامات. اسعارها قليله وتقدر تجيب مواصفات عاليه بنص ثمن الجديد، وده السبب اللي بيخلي ناس كتير جدا بميزانيات قليله اول اختيار ليهم. بس للاسف الحلو مش بيكمل، السوق ده مليان غش وخداع ونصب مش طبيعي، من اول القطع المعاد تدويرها واللي بتتباع على اساس انها حالات نادره لحد تجار نصابين ما يعرفوش ربنا. فقبل ما تشتري لازم تاخد بالك كويس جدا عشان ما تقعش في فخ كبير ممكن يضيع فلوسك ويخليك تندم انك اشتريت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عامل ايه يا صاحبي؟ واهلا بيك في فيديو جديد. خلينا متفقين ان اجهزة الاستيراد او الاستعمال الخارج بتغري ناس كتير بسبب اسعارها الرخيصة وبسبب انك تقدر تجيب مواصفات عالية بسعر قليل، لكن الموضوع مش كله وردي، في خوازيق كبيرة لازم تاخد بالك منها، وانا النهارده هفصص لك كل حاجة: كيسات، هاردات، معالجات، كروت شاشة. هقول لك ايه تشتريه وايه تهرب منه، وازاي تختبر القطع قبل ما تدفع ولا مليم. وفي اخر الفيديو باذن الله هقول لك حركة بسيطة جدا ممكن تفرق معاك وتوفر الاف الجنيهات، وتعرف القطعة دي هتعيش معاك ولا لا. ووسط كل ده لازم ندعي لاخواتنا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من عبادك في كل مكان وثبت اقدامهم وافرغ عليهم صبرا. وعشان الدعاء من غير فعل مش كفاية، هسيب لك في الوصف رقم شخص من غزة تقدروا تتواصلوا معاه وتساعدوه باللي تقدروا عليه. عندهم هناك في غزة متاح فودافون كاش، وتقدر تبعت له مباشرة، هيبعت لك كل الضمانات اللي انت محتاجها، ممكن يفتح معاك فيديو كول، يعني الموضوع مضمون وسهل جدا. في الاول كده يا حبيب قلبي حابب اقول لك بالله عليك بالله عليك ما تصدقش كلام تجار الاستيراد قوي. ولا حاجه بسبب ايوه الغلا. والله، الله ينور عم ماجد. والله يا باشمهندس ده هيبقى زي الفل، اتفرج عليه ده بعد الغسيل ده. والله العظيم بص كان بيهنك وكان، والله انا بقوله لك بعد ما اخلص. دور وراهم كويس جدا، لان للاسف اغلبهم مش فارق معاه غير يبيعه بس. تلاقيه جايب ماركات من تحت بير السلم ويبيعها باسعار خزعبليه، او جايب اجهزه ميته ويسوقها ليك انها تشغل جيمز ومونتاج وهي عايزه تترمي في الزباله اصلا. وعشان محدش يفهمني غلط، انا مش بعمم، في ناس محترمين جدا، وعن نفسي اتعاملت مع تجار استيراد محترمين جدا وبيبيعوا بضمير، بس برضه لازم تاخد بالك وتبحث وتدور كويس قبل ما تشتري. خلينا نبدأ أولا بكيسات الاستيراد، وبما إننا عملنا حلقة كاملة عنها يبقى هنتكلم بشكل مختصر شوية. بص يا صديقي، الكيسات المستعملة أو الاستيراد مالية السوق، وأول ما تشوفها تلاقي السعر مغري جدا، كيسة شكلها جامد، معدن تقيل، تهوية حلوة إلى حد ما، وأسعارها مغرية جدا. بس السؤال هنا، هل الكيسات دي كويسة؟ بص يا صديقي، الكيسة في الآخر مجرد علبة بتحط فيها مكونات الكمبيوتر، أهم حاجة فيها التهوية، المساحة، مكان الباور سبلاي، وجود منافذ يو اس بي شغالة. بس في كيسات الاستيراد الموضوع مختلف شوية، الكيسة تقدر تقول إنها جزء من الجهاز ما ينفعش تغيره، يعني لو عندك مثلا تجميع تقدر تفك الكيسة وتركبها في تجميع تانية، تقدر تجيب كيسة تانية تركبها على جهازك. لكن في كيسات الاستيراد الموضوع صعب جدا، محتاج وصلات وحوارات وهتغير باور دنيا خربانة كده، لأن كل جزء في الكيسة مختلف عن المقاسات القياسية اللي كلنا عارفينها، وده يخلي التطوير في الكيسة دي صعب جدا إن لم يكن مستحيل. بص يا صديقي، انت لو معاك كيسة تجميع عادية تقدر تبدل الباور، تغير الكيسة نفسها، تطور الكارت أو البوردة بسهولة. لكن في كيسات الاستيراد زي دي اللي اتش بي لينوفو معمولة بمقاسات خاصة، يعني حتى لو عايز تغير مروحة صغيرة مش هتلاقي لها بديل بسهولة، التطوير فيها شبه مستحيل إلا لو ناوي ترمي الجهاز كله بقى وتبدأ من الصفر. يا صديقي، الكيسات اللي بنشوفها في السوق دي أصلا مش معمولة للاستخدام الشخصي، دي أجهزة كانت شغالة في شركات كبيرة أو بنوك أو مكاتب، الشركات دي كانت بتشتريها عشان تشتغل 24 ساعة بدون توقف، وبتكون متقفلة بمقاسات خاصة تتناسب شغلهم هم. بعد ما الكيسة دي عمرها الافتراضي يخلص، مثلا يمر عليها 3 أو 5 سنين عند الشركة، بيبيعوها كخردة وتتجمع عندنا في مصر أو في الدول النائية عموما. وبما إن الكيسات دي كانت للشركات، بالتالي هي مش معمولة انك تغير وتطور فيها زي كيسات التجميع اللي بتتعمل للمستخدم العادي. طيب برضه انا لغاية دلوقتي معرفتش اشتري الكيسة ديت ولا لا. بص يا اخويا، لو مش فارق معاك التطوير وميزانيتك محدودة يبقى كيسات الاستيراد خيار ممتاز وهتمشي الحال، لكن لو معاك ميزانية كويسة ايه اللي يخليك تروح لها؟ ليه تدخل نفسك في وجع الدماغ؟ ملحوظة، في كيسات استيراد انت ما ينفعش تشتريها اصلا في كل الاحوال، وهي الكيسات اللي بتيجي بمعالجات من اي ام دي حرف الاي. ثانيا، الهاردات المستعملة، ودي بقى يا صديقي أخطر حاجة في الاستيراد في الفترة الأخيرة. الهارد هو قلب الكمبيوتر اللي بيشيل بياناتك وشغلك وصورك وكل الداتا بتاعتك، لو الهارد حصل له حاجة كل حاجة بتروح. طيب ماشي، فين المشكلة؟ المشكلة بتكمن يا صديقي إن في تجار استيراد ربنا ينتقم منهم بيعملوا خدعة خطيرة جدا في الهاردات ديت. الهارد بيكون مات خلاص، بيرجعوا الهيلث بتاعه 100% ببرامج معينة، وأنت تشتري الهارد على أساس إنه زي الفل مفيهوش أي مشكلة، ترجع البيت تلاقيه بيموت، مشاكل، والهارد بطيء جدا، وممكن تلاقي الهيلث بتاعه في الأرض أصلا. المصيبة الأكبر لو رجعت للتاجر يقول لك سوء استخدام يا فندم، أو الهارد اتخبط منك. وعلى فكرة الهارد مش شرط يبوظ أول ما تروح، ممكن يقعد معاك شهور عادي جدا، مش بعيد أصلا الهارد اللي في جهازك دلوقتي يكون معاد تدويره. لا 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 لا، انت بتهزر.
هقول لك كمان شويه ازاي تكشف الهارد ده في دقيقه واحده. الهاردات المعاد تدويرها او المعاد تصنيعها ملت السوق الفتره الاخيره، واللي زود الطين بله ان بعض التجار بقوا يستوردوها بالهبل عشان فرق السعر. وعلى فكره الهاردات المعاد تصنيعها موجوده من فتره كبيره جدا، بس الفتره اللي فاتت ملت السوق حرفيا. الموضوع ما بقاش زي زمان. زمان كان واحد لو دقق كويس ممكن ينجي نفسه من الهاردات المضروبه، انما دلوقتي ممكن تشتري 10 هاردات تلاقي 6 او 7 منهم مهلوكين حرفيا ومعاد تصنيعهم. واللي يستفزك اكتر ان الهاردات دي بتيجي متغلفه كانها جديده من المصنع ومع ضمان كمان، فتبقى فاكر انك في الامان يا صديقي، وتتفاجئ بعد فتره قصيره ان الهارد بيموت. يعني الموضوع مش بسيط، اي حد ممكن يتخدع عادي جدا. واكبر دليل على كلامي ده يا صديقي، روح شوف تفاوت الاسعار بين الهاردات. انت ممكن تلاقي هارد 1 تيرا ب 800 جنيه، وهارد تاني 1 تيرا برضه ب 2500 جنيه، اللي هو اصلا اروح اجيب لي هارد ام دي 2 بنفس السعر. عشان كده بقول لك خلي بالك وافحص بنفسك وما تعتمدش على التغليف او كلام التجار. انا هديك شويه نصايح تاخد بالك منهم اول ما تشتري هارد استيراد. ما تشتريش هارد مستعمل الا من حد موثوق جدا وانت عارفه كويس وناس كتير جدا اتعاملت معاه. اختبر الهارد كويس بنفسك على جهازك مش عند التاجر. اسمع صوت الهارد، لو في اي تكتكه او صوت غريب اهرب. شوف سرعه القراءه والكتابه، هل مستقرة ولا بتنزل فجأة؟ طبعا اليوتيوب مليان فيديوهات لاختبارات الهارد. ابحث بنفسك قبل ما تشتري واعرف البرامج اللي تقدر تختبر بيها الهارد. المعالجات بقى حكاية تانية خالص. الحلو هنا ان المعالج يا صديقي يا شغال يا بايظ، يعني مفيش حاجة اسمها معالج نص نص. لو ركبت المعالج ولقيت الجهاز يشتغل عادي خلاص غالبا مفيهوش مشاكل، لان غالبا اي مشكلة في المعالج هتمنع الجهاز يشتغل من الاساس. لكن لازم تاخد بالك برضه من شوية تفاصيل. بص على سوكت المعالج، هل في اي بنات مكسورة او معوجة؟ لان ممكن المعالج يشتغل عادي جدا بس في بنات مكسورة او معوجة، ودي هتعمل لك مشاكل لو ضغطت على المعالج جامد. نزل برنامج ايديا 64 واعمل تيست عليه من 10 ل 15 دقيقة، شوف المعالج هيكمل الاختبار ولا هتحصل مشكلة والجهاز يفصل. نيجي بقى لأخطر قطعة في الجهاز تقريبا، الباور سبلاي. الباور هو قلب الجهاز، لو حصل له مشكلة أو باظ ممكن يبوظ لك كارت الشاشة أو البوردة أو الجهاز كامل. لو مضطر تشتري باور استيراد يبقى لازم يكون من ماركة معروفة زي كولر ماستر، أنتك، سونيك، كورسير، ويكون الواط بتاعته مناسب للقطعة والجهاز بتاعك. اختبر الباور بنفسك، اسمع صوته، لو المروحة بتعمل صوت تكتكة اهرب. لو عندك جهاز قياس فولت يبقى ممتاز، شوف الفولتات هل ثابتة ولا فيها بخ. باختصار اوعى تستهون بالباور، الباور من أهم القطع في الجهاز، فعشان كده لازم تجيب من ماركة معروفة لأنه الضمان الوحيد لسلامة باقي الجهاز. الباور سبلاي من اكتر القطع اللي بيتلعب فيها، وده لسبب بسيط، الناس مش بتدي اهتمام له زي كارت الشاشه او البروسيسور. التجار فاهمين النقطه دي كويس وبيلعبوا عليها، فيجيب لك باور صيني تعبان ويحط عليه ستيكر براند عالمي زي كولر ماستر مثلا ويبيعه لك بسعر خرافي. المشكله هنا ان لو الباور مضروب مش هيكون زي الرامات مثلا، الباور لو وحش ممكن يحرق لك الجهاز كله. البورده للكارت الهارد لان الكهرباء مش ثابته ولا امنه. الباور الاصل تقيل فيه مكونات وجوده تصنيع محترمه، المضروب بتلاقيه خفيف جدا كانك ماسك علبه فاضيه، والكابلات الاصليه سميكه ومعزوله كويس. المضروب هتلاقي السلك ضعيف ورفيع. في الباور الاصلي مكتوب التفاصيل بشكل منظم، في المضروب هتلاقي ارقام عشوائيه مش منطقيه كده. شهاده الباور طبعا دي علامه جوده معتمده بتبين ان الباور كفاءته عاليه. المضروب اما ما فيهوش الشهاده دي خالص او مطبوع عليه لوجو مزيف. وللاسف في تجار استيراد بيعملوا حركه قذره جدا، يجيب لك تجميع شكلها تحفه، كارت شاشه محترم، بروسيسور جامد، وبعدين يحط لك معاهم باور صيني مضروب او كيسه مجهوله المصدر عشان يوهمك انك واخد صفقه جامده بالسعر اللي هو كاتبه. لكن الحقيقه ان الباور ده ممكن يبقى قنبله موقوته جوه جهازك. الباور الاصلي يا صديقي هيحافظ لك على جهازك، انما الباور الصيني الرخيص ممكن يحرق لك الجهاز كله، فخلي بالك جدا وانت بتشتري الباور. نخش على الرامات يا صديقي. الرام من ابسط القطع في الكمبيوتر، يا شغاله يا بايظه، مفيش نص نص تقريبا. لكن خد بالك في رامات استيراد كتير ممكن تكون جايه من سيرفرات، ودي اسمها رامات اي سي سي. الرامات دي مش كل البوردات بتدعمها، ممكن تشتريها وتتفاجئ انها مش شغاله عندك. كمان في رامات شكلها من بره كويس جدا بس فيها بس سيكتورز او مشاكل في الشرائح نفسها، ودي مش هتكتشفها غير باختبارات ميم تيست 86. ونصيحه مهمه، ما تشتريش رامات استيراد الا لو جربتها بنفسك. ركبها في جهازك وافتح برنامج اختبار وشوف الجهاز هل بيعمل ريستارت او بيهنج او بيجيب شاشه زرقاء. وخد بالك برضه من الترددات، يعني مثلا لو البورده بتاعتك بتشتغل لحد 2066 ميجا هرتز يبقى ما تروحش تشتري رامه 3200 ميجا هرتز وتفتكر انها تشتغل بكامل سرعتها. بس الموضوع في الرامات مش وردي برضه زي ما انت متوقع. للاسف تجار الاستيراد ما سابوش حاجه، في تجار بيركبوا ستيكر براندات مشهوره زي كينج ستون او كورسير على رامات صيني تعبانه جدا وتتباع لك على انها اصليه. والكارثه ان ده حصل فعلا في رامات كينج ستون في السوق المصري. طيب ازاي نفرق بين الرام الاصليه والمضروبه؟ بص على شكل الاستيكر. الرام الاصليه بيكون الاستيكر مطبوع بجوده عاليه، انما المضروبه هتلاقي الطباعه مش مظبوطه او الالوان باهته. الكود او السيريال نمبر، الرام الاصليه عليها كود
ممكن تدخله على الموقع الرسمي للشركة وتتأكد إذا كانت أصلية ولا لأ. في الرامات الأصلية بتلاقي الشيب متساوي مكتوب عليه ماركات زي هينكس أو مايكرون، إنما في الرامات المضروبة هتلاقي الشيب مطموس أو مفيهوش أي بيانات. وكمان الرامة الأصلية بتحس إن البوردة بتاعتها تقيلة وصلبة، إنما الرامة المضروبة بتكون خفيفة وجودة البوردة بتاعتها ضعيفة جدا. كمان ما تنساش الاختبار العملي، ركب الرامة وشغل برنامج ميم تيست 86. لو الرامة فيها مشكلة هتطلع لك ايرورز في الاختبار ده، لأن حاليا والله كل حاجة في سوق الاستيراد بقت بتتغش، فخلي بالك جدا جدا. كارت الشاشة المستعمل ممكن يكون صفقة العمر، وممكن يكون خازوق تندم عليه باقي عمرك، وده هيتوقف على حاجة واحدة، انك تعرف تختبره صح قبل ما تدفع فلوسك. كروت الشاشة الاستيراد مالية السوق، وناس كتير جدا بتشتريها لانها الحل الارخص للناس اللي عايزة تلعب او تشتغل. سواء شئنا او ابينا المستعمل هو الحل لفئة كبيرة جدا من الناس، وخاصة عندنا في مصر. بس برضه في مخاطرة، لانك مش عارف الكارت ده اشتغل قد ايه، مش عارف اذا كان تعدين ولا لا، مش عارف هيعيش معاك قد ايه. اولا تبص على حالة الكارت الخارجية، هل حالة الكارت كويسة؟ هل المراوح سليمة ولا فيها كسور؟ هل باين على الكارت من بره اي اثار لحامات غريبه؟ بص على المنافذ، هل فيها صدى؟ بعد كده صديقي الاختبار العملي، افتح برنامج فورمارك وسيب الكارت 15 دقيقه مثلا. وطبعا ما تنساش تركز على شويه حاجات، اولا ان الشاشه ما تسودش وتنور تاني بسرعه، وتاني حاجه ان البرنامج ما يعملش فريز، يعني الشاشه تبقى ثابته لمده معينه. وطبعا ما تنساش تبص على استهلاك الكارت وتاكد ان الاستهلاك بين 90 و100%. وطبعا تابع ترددات الكارت وقارنها بالترددات الرسميه. تابع استهلاك الطاقه للكارت، شوف ده الاستهلاك الطبيعي ولا اقل من الطبيعي. تابع درجه الحراره بتاعه الكارت، لو الحراره عدت 80 يبقى كده في حاجه غلط ومحتاج يغير معجون. وطبعا درجه الحراره بتتوقف على حسب نوع الكارت وعلى حسب استهلاكه للطاقه. طبعا بعد اختبار فورمارك لازم تفتح اختبارات لالعاب تقيله جدا زي سايبر بانك مثلا، يعني بلاش تعتمد على فورمارك، وده لسبب بسيط، ان في كروت بيكون فيها مشكله وبتعدي من الاختبار ده عادي جدا، لكن مش اي كارت يعدي من الاختبارات الفعليه للالعاب. وطبعا ما تنساش تقارن بايث الكارت اللي معاك بالبايث الرسمي للكارت ده. خلينا نتكلم شوية عن الكيسات، ودي نقطة ناس كتير جدا مش واخدة بالها منها. أول حاجة بلاش الانبهار بالمظهر. الفترة الأخيرة بشوف ناس عارضة كيسات من تحت بير السلم حرفيا، شكلها جامد، إضاءات RGB، مراوح مبهرة، ويبيعها بأسعار كويسة جدا كمان. والناس بتشتري فعلا من غير ما تعرف هي أصلا منين أو جودتها إيه أو نوعها إيه أصلا. الناس بتاخد شكل حلو، كيسات بمراوح RGB بتنور 5 6 7 مراوح يبقى تمام فل الفل. خلينا نكون واضحين جدا، الأنوار والألوان والكلام الفاضي ولمبات الليد ده مش مقياس لجودة الكيسة. الكيسة الكويسة مش بس شكل، أهم حاجة فيها تهوية كويسة، مساحة لترتيب القطع، فتحات USB شغالة، وطبعا جودة المكونات الداخلية. لو هتشتري كيسة مستعملة خد بالك من مصدرها، الكيسة دي جاية منين، نوعها ايه، ماركتها ايه. كمان اللعب في الكيسات مش بس في المستعمل، لا في الجديد كمان. بلاش كيسات مجهولة المصدر انت متعرفش مصدرها منين، خليك في الماركات المحترمة واشتري الماركات اللي لها سمعة كويسة في السوق. لو هتشتري مستعمل بص على المعدن بتاع الكيسة، المراوح وصلات الباور، اتأكد ان مفيش اجزاء مكسورة او صدى في الكيسة. صديقي الشكل في الكيسات مش كل حاجة، خلي بالك جدا جدا وانت بتشتري كيسات. بلاش تاخد بالشكل بس، لازم تاخد بجودة الكيسة. بلاش تاخد بجوه لمبات الليد اللي عاملة زي لمبات التوك توك دي اللي حاطالك في الكيسة. اشتري كيسات من ماركات معروفة. وده ينقلنا النقطة تانية، فاكر الحركة اللي قلت لك عليها في أول الفيديو؟ الحركة دي ببساطة إنك تختبر القطعة صح، لأن الاختبار الصح هو الدليل الوحيد اللي يحدد إذا كانت القطعة دي هتكمل معاك سنين ولا هتكون خازوق جديد. ضمانك الوحيد في الاستيراد هو اختبار القطعة كويس، وأكيد لو معاك ضمان اهلك القطعة في فترة الضمان. في النهاية صديق الاستيراد مش وحش، في حاجات كويسة جدا وتعيش معاك سنين، وفي ناس الميزانية بتاعتهم ما تستحملش لهم غير إنهم يجيبوا استيراد. الموضوع محتاج منك بس إنك تكون صاحي وعلى دراية كافية بالقطعة اللي أنت رايح تشتريها. وخلي بالك التاجر هدفه يبيع، لكن أنت هدفك تحافظ على فلوسك. الاستيراد صفقة ممتازة في حالة عرفت تختبر كويس. وبس كده يا صديقي، والسلام.